أسوأ حاجة ممكن تحصل لمشجع كورة متعصب كمان، بيحب فريقه مفوتلاش ماتشات، بيحب يشوف فريقه طول العمر بيكسب، ما يحبوش يشوف يخسر او حتى يتعادل، ان هو يبقى فريقه معشمه طول ال90 دقيقة او ال80 دقيقة كمان، ويجي في اخر 10 او ربع ساعة من الماتش الفريق المنافس يجيب في جون، خصوصا لو كسبانك مثلا 2-0 فتبقى النتيجة 2-1، تبقى الدنيا صعبة كمان. زي طبعا ما شفنا امبارح اللي حصل في الماتش. كان ماتش ممتاز جدا، الاهلي كسبان، بدأ الشوط الاول اول كده نص ساعة الاهلي ما كانش قوي، عمالين نقول يا رب الاهلي ماله مش هيفوق امتى، الماتش صعب عايزين نحسم من هنا، لان لو الماتش هنا خلص 0-0 هناك في الوداد مش بيرحموا. يعني طبعا لو شفنا السنة اللي فاتت واللي حصل، وطبعا مش عايزين نتكلم بقى تاني لان مش عايزين نقلب على بعض المواجهة بقى والدنيا البايظة دي. كازابلانكا مفيش رحمة، وهناك بقى طبعا بقى شماريخ بقى وطبلة وبتاع ومش عارف ايه وهتافات طول 90 دقيقة ما بيهدوش. التسقيفات بقى بتاعتهم دي وحاجات كده عادات يعني بتاعتهم بتخليهم يتفوقوا يعني. طبعا جمهور الاهلي يهز اي جبل يعني، بس قصدي طبعا عشان احنا هنا عندنا في الدوري طبعا مش سامحه يعني والحاجات دي بالاعداد الكبيره قوي. مش هقولك طبعا مفيش مبرر، لان النهارده يعتبر السد كان فول كاباسيتي اصلا، ما كانش فيه مبرر يعني اقولك عليه. بس فكره موضوع الشمريخ الالتراس اساسا اللي غايب عندك بقاله كتير قوي ما بتشوفوش، فهناك انت لو كنت خلصت الماتش بتاع امبارح ده 0-0 كان هتبقى مصيبه. الحمد لله دخل الشوط الاول في اخر 5 دقايق كده من الشوط، الحمد لله حط الجون العالمي بيرسي تاو اللي بيقدم احسن مواسمه تقريبا ممكن في حياته. الناس قعدت تكدبه كتير وانا منهم، انا بصراحه يعني جه عليا فتره الموسم اللي فات كنت شايفه بصراحه يعني مش عارف يجي منه، كنت شايف ان يجي منه، بس كان مستواه مهزوز شويه. حرام ان يتحسب علينا لعيب اجنبي اللي مدفوع فلوس جاي من برايتون كمان، يعني اللي ما يعرفش بيرسي تاو ده جاي من برايتون يا جماعه الانجليزي، واللي رايح اوروبا يجي السنه الجايه. تمام. لعيب بامكانيات عاليه جدا السنه دي ما شاء الله عليه، هو حسين الشحات يا جماعه احسن اتنين في الاهلي النهارده، الماتش بتاع امبارح والنهارده ده حسين الشحات وبيرسي تاو احسن اتنين، وكده كده بقى لهم كمان فتره طويله ما شاء الله مثلا شهرين 3. نضيف بقى على مروان عطيه، كهربا ما شاء الله بيسجل بس لسه هنتكلم عليه في حاجات برضو كهربا بيعاني فيها. معلول طبعا ما شاء الله عليه ممتاز، بس طبعا الموضوع برضو السن بيفرق شويه. عبد المنعم يا جماعه احسن مدافع في مصر وفي افريقيا، ويعني ممكن اوسعها كمان في الوطن العربي كله، في يعني في الدنيا كلها بصراحه، لانه مدافع عالي بكواليتي عاليه طبعا، بالاضافه لياسر ابراهيم طبعا. حاجه كمان محمد هاني اللي على مستواه بطريقه عاليه جدا، انه الموسم اللي فات كان بينتقد وهاني الناشئ و25 سنه وبتاع وازاي ومفروض تمشي وابن النادي ايه ومش ابن النادي وبتاع. حقيقة يا جماعه كولر ما شاء الله عليه مدرب عبقري، عبقري بمعنى الكلمه. وهنتكلم وهقول حاجات برضو ممكن تتفقوا او تختلفوا يعني، هنشوف بقى في كومنتات طبعا بيقولوا يعني. عرف يطلع من محمد هاني كل ما عنده. محمد هاني بقى بيدافع حلو قوي، لسه طبعا هجوميه عرضياته لسه مش قوي، بس ظبط طبعا الموسم اللي فات واللي قبليه ما كانش بيعرف يعمل عرضيه واحده بس يا جماعه والله العظيم. ما شاء الله من الموسم ده ظبط بقى، بيعرف يعرض، بقى بيعرف يعمل كرات عرضيه حلوه جدا. هي بس طبعا لسه مش كويس قوي يعني، مش هتلاقيه مثلا زي ترينت، يعني مثلا ده ترينت متميز قوي هجوميا لكن دفاعيا وحش. هاني بقى العكس، هاني متميز قوي دفاعيا بس هجوميا نص نص يعني. تمام. طبعا لسه هنشوف يعني، ممكن يتطور على موسم جديد نلاقيه بيبقى جوكر يعني وبيعمل كل حاجه في الملعب. فنرجع بقى لبيرسي تاو. بيرسي تاو ما شاء الله، حسين الشحات لعب 1 2 بالتمريرات البينيه اللي كولر معلمها لهم، دي حاجه جامده جدا، واللونج باس كمان اللي بتضرب طوليه يعني بتموت الدفاع بتاع الخصم. حسين الشحات اداها لواحد حمدي فتحي، حمدي فتحي اداها له بوش رجله الخارجي، كانت قويه بصراحه سنه شويه، انا افتكرتها طالعه اصلا ممكن حسين الشحات ما يلحقهاش. حسين الشحات ما شاء الله فوت ورك عالمي جدا، لعيب كبير جدا عنده الورك ريت عالي جدا جدا بصراحه. لحق ووقف على الخط، الكوره كانت هتطلع ما طلعهاش، هو وقف وعدى ورفع واحده كده جامده قوي بصراحه. بيرسي تاو في الجون، لو فاكرين الجون ده بصراحه فكرني شويه، ومش شبه قوي بس فكرني شويه بالجون اللي السيتي جابه في بايرن في الماتش اللي هو الذهاب، لما برناردو حطها بالهيد كده. كان هالاند رفعها له بقى، اما هالاند حطها اسمه برناردو حطها كده. فكرتني سنه يعني مختلفه طبعا شويه، بس فكرتني اما ساعه ما شفت الجون افتكرتها الحته دي.
ان انت ازاي اللعيب عندك بيقدر يرقص ويعدي ويرفع واحده، وبيرسي تاو ما شاء الله قصير وبتاع، مش متعودين اصلا عليه من الرأسيات خالص، ما شاء الله حط كوره بالهيد في الجون، وايه في الدقيقه بص قبل ما الشوط يخلص، ووقت حلو قوي يعني، تنزل الشوط التاني تاكلهم بقى، تقطعهم يعني ايه، بص تدوس عليهم ويحتفل وبتاع، والبافانا بافانا وتمام وكل حاجه تمام. جينا قلنا تمام حلو قوي، الشوط الاول خلص كده 1-0، التاني بقى نجيب التاني والتالت بقى عشان نخلص بقى. عايز اروح هناك كازابلانكا اكون مخلص وايه، قاعد رجل على رجل مستني يا باشا، يلا فين الكاس يا باشا انا عايزه. تمام. دخلنا الشوط الاول بنلعب عادي حلو تمام مظبوط. بعدها كده بشويه بكام من تلت ساعه تقريبا الاهلي يقوم حاطط ايه التاني. حسين الشحات برضو يا جماعه، وكل جوانه ما شاء الله بتيجي من عنده. الحارس طبعا كان كارثه النهارده، يشيل طبعا، ممكن اقول له ان هو يشيل الجون الثاني، بس الجون الاول طبعا خطا من الدفاع يعني. طبعا الجون الثاني انه طلع ما كانش ينفع انه يطلع. حسين الشحات بشماله عملها واحده الكهرباء، كهرباء طبعا يا جماعه لو نقف عليه وقفه ما شاء الله، استلمها كده يعتبر كان الجون فاضي، شاطها الحمد لله انها ما ضاعتش، لو كانت ضاعت دي كانت هتبقى مصيبه يعني. كهرباء مميزاته ان هو من احسن اللعيبه اللي في مصر اللي بتعرف تتحرك، تعرف تخش في العمق، تعرف تقف امتى على الكوره، تتحرك امتى ازاي. في ناس مثلا ده عند محمد شريف شويط اكتر، الشوط باور عنده اعلى. كهربا بحس شوطاته ضعيفه مش عارف ليه، بحس وانا قاعد كده بقول ايه ده، انا شوطها هتبقى احسن من كده يا جماعه، هتبقى اقوى من كده، الشوتنج بتاعه ما فيش خالص. معرفش هل مثلا يعني ايه مدربك من ايه، مع انه متالق يعني، شوف سبحان الله كل ده بيجيب اجوان، ده من هداف الفرقه تقريبا السنه دي اظن يعني، محمد شريف تقريبا هم الاثنين هدافين الفرقه. بس الحمد لله جاب جون، بس بحس ان هو في كور كتير قوي بتضيع. الشوط الاول كمان شفناه ضيع كوره، الشوط الثاني برده ضيع كوره ثانيه، كورتين تقريبا كمان، واحده بشماله وواحده ثانيه كده كانت انفراده. حقيقه يعني في الفاينل الكهرباء ما ينفعش نضيع يعني، الدوري اقول لك تمام هتعدي الدوري يا باشا وهنجيبه وهنعمل، ولسه في ماتشات. فاينل انت بتحسم، انت كوره عايز ما تندمش عليها، انت عايز تجيبها تخلصها. تمام. دخلنا الشوط الثاني وتمام خلاص كده، الجون الثاني جه دخل خلاص تمام. نخش بقى بعدها بايه، مثلا نقول ربع ساعه كده، تلت ساعه، 10 دقايق. ايه يا جماعه اللي بيحصل، الحكم ده يا جماعه، الحكم رهيب يا جماعه بجد فعلا. حكم انا اسف يعني، انا اسف ما اعرفش يعني، المفروض تتفقوا معايا، ضعيف جدا، ما يقدرش يحكم نهائي ابدا يا راجل. طب انا اقول لكم انتوا، عندك لعيب اخر لعيب في الملعب في الدفاع بتاع الوداد، وبيرسي تاو انفراده، الكرة بتتشتت مش عارف مين، هاني تقريبا شتتها حد كده عبد المنعم، حد يعني من الدفاع، بيمسكها بايده كده، بيعملها كده بايده كده. لو فاكرين يا جماعه في 2017 ولا 2018 2016 حاجه كده، لما كارفاخال لمس الكوره في الكلاسيكو بايده وكانت ضربه جزاء وميسي حطها جون، فاكرين الماتش ده؟ هي شبهها كده بالظبط، بس طبعا دي بقى دي مرتده، ده انت اخر لعيب في الدفاع واديله كارت اصفر. طب يعني ايه الراجل عايز ايه طيب، ازاي؟ ده فيفا يا جماعه، نقولها تاني برضو، فيفا البلاي ستيشن برضو، في فيفا يا جماعه انا لما نيجي نكعبل اخر واحد في يعني، انا ما بقى عليا انفراده وبكعبل اخر واحد بطرد، المس هاند بول بطرد برضو، ده بالعقل يا جماعه، ده اقول لك في فيفا بقى مش في الحقيقه. وفي فار، والفار ما قالكش حاجه، مش عارف بقى ازاي ما رجعش شافها. طب ازاي في الفار هو اخر لعيب يا جماعه بيرسي تاو، لو كانت سابها، لو اللعيب يحيى عطيات الله ده بصراحه استفزني النهارده يعني، استفزني بمعنى الكلمه يعني. هو لو كان ساب الكوره كان بيرسي تاو راح فرق كان جون، خلاص خلصت يا جماعه. ما اعرفش سوء اداره التحكيم، ما اعرفش صراحه هو اللي هيحكم تاني الماتش العوده ولا واحد تاني، ما اعرفش. اتمنى لو هو اللي هيحكم تاني يتعلم من اخطائه، لان الموضوع ده مش هينفع يحصل تاني، لان هتبقى مؤامره تاني ويحصل نفس السنه اللي فاتت وبتاع، وهتبقى ايه مصيبه تاني. طيب نيجي بقى كمان لحته حلوه قوي بصراحه، كان عليها الشك اصلا قبل المباراه. مصطفى احمد شوبير حارس يا جماعه، هو فعلا بمعنى الكلمه بعيدا عن سنه وانه لسه صغير وناشئ يعتبر حاجه و20 سنه، بس لعيب كبير قوي يا جماعه، شخصيه، روح، الريفلكسز عنده عاليه جدا بصراحه. لعيب عالي جدا. ممكن يكون في حاجه بيتميز على فكره كمان في حاجات من الشناوي طبعا عشان السن، انه اسرع ممكن في الشناوي، الريفلكسز عنده بتبقى اسرع طبعا برضو عشان السن، لكن حارس كبير. انا اطمنت كده، انا كنت بقى لا ساعات لما الشناوي تبقى اقول يا رب هنلعب بمين، هنعمل ايه. لا 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 عندك ما شاء الله كمان علي لطفي برضو في الماتشات اللي قبل كده. لا انا مطمن بصراحه، الدفاع الاهلي جامد جدا، مفيش الحمد لله اخطاء حصلت خالص النهارده.
هنقول بس هنتكلم على الجون بس. فعلا مصطفى شوبير لازم نديله حقه يا جماعه، حارس اسطوري بقاله 3 ماتشات ما شاء الله عليه، تصديات عالميه يا جماعه، عالميه، وهيبقى ليه مستقبل كبير. وكمان مثلا نقول 3 4 سنين هينافس على احسن حارس في مصر، في منتخب مصر، ممكن يحترف كمان. تمام. زي ما قلنا بقى طبعا يا جماعه، مروان عطيه برده جوهره في نص الملعب. انا بشكر بجد جماهير الاتحاد ونادي الاتحاد انهم يعني ادونا حد زي ده، و25 مليون جنيه بس يا جماعه، ببلاش يعني. كان اصلا الزمالك عايزه، كان في كلام ويقول لك مش عارف الزمالك ايه وايه اللي حصل. لا، لعيب جوهره، هو اللي بيحرك لك الملعب. على راي عصام الشوالي النهارده، قال لك حسام عاشور الجديد او حسام غالي، قال لك لسه ما نعرفش بس هو حد فيهم، فربنا يحميه طبعا ويحفظه. ماشي تمام. عدت بقى بعدها ب 10 دقايق كده يا باشا، تقوم فجاه داخل عليك مرتده، معلول يطلعها بيمين وطبعا قطمه الضعيفه تروح عند تقريبا يحيى جبران، هو لعيب من الوداد، يلعبها للباك اليمين عملود، يقوم معدي من عبد المنعم، وياسر ابراهيم يروح عليه يحاول يعني يتزحلق عشان يمنع الكوره، ما عرفش، راحت للي هو بولي سامبو ده المهاجم بتاعهم ده اللي شكله عامل زي هالاند افريقيا ده، مش عارف ماله يعني. الحمد لله طبعا قدام الاهلي ما عملش حاجه يعني. وعامه في كلام ان الاهلي عامه ممكن يجيبوا الصيف ده اصلا يعني، عشان طبعا الاهلي كده كده يحتاج مهاجم. ما علينا. قال لك بقى بعديها لعيب كده مش فاكر صح اسمه ايه، نزل من على الدكه كده، حط جون يا جماعه بشماله وسط توهان الدفاع يا جماعه. ديانج برده مش مراقب اللعيب ازاي، لعيب مع هاف سبيس هنا كده بيخش يحط يضرب واحده في المقص. شوبير مش هقدر اغلط عليها لان شوبير طبيعي، هي كوره يا جماعه في المقص، لو كان نوير كان واقف ما كانش هيجيبها، غلطه من الدفاع، تقدم الدفاع. كولر برده ممكن نلومه في الحته دي انه ما بدلش بدري. انت خلاص حمدي فتحي تعب، ديانج تعب، مروان عطيه تمام خليه، بس انا بتكلم على التانيين اللي معاه. كنت نزلت قفشه يدور، نزلت السوليه، كندوسي، يعني خلاص اللي عدى عدى، هنعمل ايه طيب؟ ما مش عارف نصلح حاجه. بس نقدر نصلح في بعتبره الشوط الثاني اللي هو المباراه الثانيه ان شاء الله الحد الجاي في كازابلانكا، هيبقى الرعب يعني، هتبقى الرعب البعبع. بس ان شاء الله مش حاجه صعبه على الاهلي، هنكسب على نفس الملعب وقدام نفس الجماهير ونفس اللعيبه اللي هزمتنا السنه اللي فاتت بالظلم، واقولها تاني بالظلم. لكن خلاص اللي عدى عدى. مارسيل كولر بصراحه اديله النهارده ممكن 8.5 من 10 9 من 10. لعيب كبير، مدرب كبير جدا بصراحه، عارف يدير الماتشات حلوه، ولعيب كمان كبير والله، لعيب لا يعني عنده لا كل ماتش بسيناريو مختلف، ما يقدرش يخلي المدرب اللي قدامه يعني يتوقع. النهارده كمان برضه عصام الشوالي قال لك كولر لا يقل عن جوزي مورينيو بصراحه، وممكن اتفق كمان. مدرب كبير عبقري، بحسه انه ممكن بصراحه يعني بصراحه انه يعدي موسيماني، بس طبعا لسه بدري قوي لان موسيماني ما شاء الله خد 2 افريقيا ورا بعض، 2 برونزيه وبتاع ورا بعض، برضه كان عامل اداء حلو. بس حسيت ان كولر بيطور من اللعيبه، شايف في بروجكت 4 سنين قدام ان شاء الله. افريقيا يخلص افريقيا، خلاص الدوري يعتبر خلصان، الاهلي يجدد معاه، كاس العالم انديه عايز اوصل فاينل، عايز اشوف صفقات. معرفش بقى تعمل ايه بقى في برونو سافيو بقى واللعيبه اللي عندك دي. هل طبعا لازم تجدد التاو، ما ينفعش يمشي خلاص يا جماعه، لعيب اساسي. برونو سافيو بقى لو كده هتمشيه، تجيب بقى مهاجم يخلص الماتش، يخلص يعني كل حاجه، لازم مهاجم اجنبي طبعا. وشوف بقى صانع العاب، عايز تجيب بقى باك شمال طبعا عشان معلول برضو كلها سنه تقريبا جديد وخلاص هيريح جامد. بس انا شايف ان ده كده كان كل حاجه. اتكلمنا على ماتش، كان ماتش مثير. الحكم بس بصراحه كان سيء جدا في اداره الماتشات، مش عارف بصراحه كان ايه الموضوع. الجماهير 10 على 10 طبعا يعني، في التالتة شمال بنهز جبال. وبس انا شايف ان كده خلاص الاهلي ان شاء الله يقدر يعوض ويجيب، خلاص احنا مش خسرانين برضو خلي بالكم، احنا 2-1 بس انا هعتبرها خساره لان الماتش هناك هتبقى ملحمه. بس ان شاء الله توفيق للاهلي، نطلع ان شاء الله الاسبوع الجاي لما الاهلي يكون رافعها ان شاء الله، وايه نفرح ونتكلم على الايجابيات والسلبيات. بس ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب وتصيطوني بقى وتدعموني وتبعتوا لاصحابكم الاهلاويه والزملكاويه حتى يشوفوا يعني يتفرجوا. وبس نشوفكم في الفيديوهات الجايه، سلام.